يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفيني تنسينيش في اللايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو منك يشجعني انزل فيديوهات اكتر، ودعوه حلوه منك تفرح. هشارككم بقى النهارده روتيني في تنظيف البيت. بجد روتين بسيط كده، مش هياخد وقت خالص. الدنيا كانت نضيفه بس كنت سايبه البيت بقالي 3 ايام، وطبعا انتوا عارفين مادام انتوا مش موجودين بيبقى مفيش محافظة، يعني زي ما انت ما بتبقي موجودة بقى، شبابيك بتتفتح وبتستاب وبلكونة وهليلة كده وهيصة وهليلة. بس الحمد لله يعني الدنيا خلصت بسرعة. اول حاجة كده بقى انا ابتديت ان انا اشيل التراب اللي على الرفوف. طبعا انتوا شايفين كمية التراب، والله العظيم علشان انا ساكنة اصلا على الشارع، وطبعا اللي ساكن على الشارع عارف كمية التراب اللي بتدخله من البلكونة او من الشبابيك. وانا كل الاوض على الشارع. بس انا بحب الصراحة اسكن على الشارع، لاني بقعد بقى في البلكونة وما بحبش الدخل، لاني بتبقى حاسة ان انا منعزلة عن العالم، وانا بحب اقعد في البرندة بقى طبعا، يعني انتوا عارفين. في البلكونة بحب بقى اقعد كده مع نفسي مع كوباية الشاي، اسمع بقى قرآن، اسمع اغنية. بحب كده افصل عن العالم الداخلي اللي جوه ده. بس ابتديت بقى ان انا اشيل التراب وشلت الديكورات اللي كانت عليه اصلا كان في كمية ديكورات تانية، لعب بقى وتحف صغيرة كده كانت مع احمد، يعني كان جايبها وكده، وحاجة يعني برضو ليها علاقة بشغله. وكان حاططها بقى كانت شكلها جميل، بس انا زهقت منه. ما انا بحب ان انا اغير، بحب التغيير، يعني عارفة لو شلت مفرش وحطيت مكانه مفرش انا كده بالنسبة لي غيرت الدنيا. بس شلت بقى الديكورات وحطيت، انا حاسه برضو ان في ديكورات كتير، بس انا هخفف كل ده بعدين ما تقلقوش. انا السبح بقى اللي انا عاملاها دي والله سبحة ديكور، يعني حتى بتتباع والله في ايكيا غاليه. انا حبيت اللي انا اعملها، انا بحب اعمل اي حاجه هاند ميد. بجد بتدي آه بتفرق جدا في شكل البيت، وبتبقي حاجة حلوة كده انت عاملاها بايدك، وبتبقى شكلها جميل جدا. حطيتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودوت طبعا كان مفرش كده خفيف. دوت بس الروتين. انا الدنيا كانت نضيفة، ابتديت بقى ان انا اكنس كنست السجادة ومسحتها، مسحت الارضيات بقى، والدنيا كانت نضيفة ما كانش فيها اي حاجة. ابتديت بقى، انا كنت جايبه شويه مشتريات، وكالعاده كنت فاكره ان انا مشغله الكاميرا، بس طلعت اللي هي فاصله ونسيت ان انا اشغلها، ولحقتها في اخر وقت. بصوا بقى، انا عندي تكايه حلوه جدا وبسيطه بجد هتخلي ريحه شقتك وريحه حاجتك جميله. انا لما بجيب انا نوع الصابون ده اول مره اجربه بريحه الورد الاحمر، بس ما كانتش الطف حاجه لان حسيتها ليه ضعيفه جدا، وريحه الورد نفسه ما كانتش عاجباني خالص. بصوا بقى، انا لما بجيب الصابون اللي هو بتاع الوش ده، لما بجيبه بطلعه خالص من الورقة بتاعته، وبحطها في ضرفة الهدوم، ضرفة المفروشات، ضرفة الطرح بقى والبندانات. بصوا اي حاجة عندكم حطوها. بجد انا بحط الصابونة بقى جوه كده ما بين الهدوم او ما بين المفروشات. بجد باجي بقى افتح الظرف بعد كده، او اجي البس الطرحه والبندانه، او اخد مثلا ملايه مفرش اي حاجه، بحس ان هي ريحتها كده نظافه وريحتها كده ايه منعشه، عارفين. بجد جربي التكايه دي تعجبك جدا، ولا تقولي لي بقى قطنه فيها دوني ولا قطنه فيها برفيوم ولا قطنه فيها معطر وحطها في الدولاب ولا الكلام ده. مفيش حاجه غير الصابون. الصابون بجد بيبقى بتفرق جدا في الريحه، والريحه بتفضل طول ما الصابونه موجوده، حتى لو شلت الصابونه تفضل موجودة فترة طويلة. بس هستناكم بقى تعملوا الحركة دي وتكتبوا لي في الكومنتات هل نجحت معاكم ولا لا. بصوا انا التلاجة يا سلام لما بتبقى نضيفة كده ورايقة، تحس ان الدنيا كلها بقى ايه محدش قدك. دوت بلح كنت جايباه، يعني هو طعمه حلو لطيف، بس طبعا مش زي بيبقى بالموسم بتاعه. هنا بقى ابتدي ان انا افتح الصابون. بجد ريحه الورد الاحمر دي ما كانتش الطف حاجه. كنتش جايبه كده شويه مشتريات كده من السوبر ماركت، كنت جايبه زيت وجل وصابون وشويه كيكات وبيكنج باودر وحاجات كده صغيره. وهنا بقى ايه الكوفي كورنر بتاعي، انا كنت بشيل الكوبايات
باذن الله. يعني انا نفسي اعمل كوفي كورنر في الطرقه، لان الطرقه عندي كبيره، طرقه الشقه عندي كبيره، وممكن ان انا اعمل فيها يعني كوفي كورنر، بس واحده واحده كده هظبط كل الدنيا. هنا بقى ده درج، ده ضرفة الزيت والخل والازاز وكده، بس انا ما استغلتهاش في الحاجات دي لان فيها حاسه ان العلاقه بتاعتها دي مش بتاعتها اصلا، حاسه ان هي صغيره. ما عجبتنيش الصراحه، فحطيت فيها المعالق بقى والكبش والحاجات الكبيره اللي ما تتحطش في وهنا بقى انا اسف على بشاعه المنظر بجد. انا جت فتره عليا حبيت ان انا اغير الديكور او اغير المنظر بتاع المطبخ، بس يا ريتني ما عملت كده. جبت الاستيكر اللي هو الخفيف ده، بجد وحش جدا 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 جدا. ومهما اي حد يقولك جربي تشيليه بالاستشوار، جربي تشيليه بميه سخنه او بسلكه، ما تسمعيش كلامهم، بجد وحش جدا، ما بيتشالش باي حاجه. بالعكس انا جربت اشيله بالاستشوار لزق اكتر. وطبعا الميه السخنه والسلكه برضو ما شالتهوش، انا اللي شاله معايا السكينه. فضلت ان انا اكحته كده بالسكينه لحد ما عمال يتشال وبيتقطع بالشكل اللي انتوا كنتوا شايفينه ده، وبجد منظره بقى بشع. انا كنت عايزه احطه كده ورا البوتاجاز يديله منظر، وبرده في نفس الوقت يحافظ يعني وامسحه كل فترة. بس بجد كان شكله وحش جدا، وحطيته برضو على الضرفة، حبيت ان اغير المنظر وكده. بس بجد كانت اوحش تجربة عملتها في حياتي، ما تجربوهاش. الاستيكر الخفيف ده وحش جدا. في استيكر بيبقى اتقل من ده، اللي هو الاستيكر العربيات، بجد ده بيتشال بقى بكل سهولة. انا عايزه مره اجربه، بس لا لما انسى المنظر البشع ده، بس انا هفضل وراه. انا كل يوم بشيل كده وبقعد اكحت حته، لان هو بجد متعب، وانا مش مالكاه اصلا لان هو ورا البوتاجاز. انا الازاز بتاع البوتاجاز موجود، بس انا من ساعه ما اتجوزت وانا عملت رخامه تانية غير دي. بس المساحه ما كانتش مكفيه الازاز فشلته. جيت احط الازازه ما اتحطش، فشلت الازاز بتاع البوتاجاز. وانا نفسي الصراحه احطه. لما غيرت الرخامه برضو حبيت ان انا اصغر المكان، وجيت احطه برضو منفعش. انا كان نفسي ان انا اقصه، بس انا خايفه اجازف اوديه عند حد بتاع ازاز يقصهولي، بس انا مش عارفه الصراحه، انا خايفه اجازف وابوظ الازازه، فخليها كده احسن. لو حد عنده تجربه ويقصها وعنده المشكله بتاعتي دي، ياريت يفيدني، لان انا بجد نفسي احطها جدا، لانها بتفرق جدا في شكل المطبخ. انا بقى الكسترات اللي انتوا كنتوا شايفينها دي انا اللي عاملاها، وعامله الديكور الازازه، وعامله كده ديكور بسيط في المطبخ علشان تفرق جدا في التصوير، وبيبقى بيديله يعني منظر وشكل حلو. قوليلي بقى رايكم في الكسترات والازازه اللي انا عاملاها. بس بقى انا كده خلاص خلصت المطبخ ومسحت الارضيات وكله تمام. حبيت ان انا اعطره بقى واعطر الجو الريسبشن كده. بحب احط المعطر على المفروشات نفسها علشان يبقى فيه ريحته حلوة كده اطول فترة ممكنة. انا المكان كان نضيف، ما كانش فيه اي حاجة. دي الاباجورة بقى، انا مش عارفة انا كانت مش عارفة ولعتها وعملت كده ليه. دي بقى السفرة يا جماعة اللي انا عايزة ابيعها، لانها واخدة مساحة كبيرة من الشقة، وانا اصلا ما عنديش اطفال، ملهاش لازمة عندي يعني. فهي 8 كراسي وبوفيه كبير ونيش، بجد هي اصلا استعمال عروسة، انا مستعملتهاش خالص. فياريت بقى اللي عايز اي سفرة وكده، ياريت يبعتلي في الكومنتات ونتواصل مع بعض يعني. انا مش عارفة بقى التليفون ده ايه اللي جابه برا، فحبيت ان انا اشيله. بص بقى، انا بحب الانوار اللي هي الهادية كده الرومانسية، ما بحبش الانوار العالية دي. بقى الركنة نضفتها، وده بقى اللي هو الروب بتاعي اللي هو ليه زونت كده بلبسه وانا قاعدة بيتدفي، بس طبعا بشيله يعني وانا بشتغل وكده. وبس ده يكون فيديونا النهارده، يا رب يكون يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك ودعوة حلوة منكم. باي باي.